السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهوم ورك المعاصر الجزء بتاع الراديشن، السولار راديشن. تعال نحل بقى ونشوف كل سؤال فيهم بيقول ايه واحدة واحدة وحتة حتة، ويلا بينا. اول سؤال عندنا بيقول لك the energy of solar radiation can be converted into. احنا قلنا ان السولار راديشن الاشعة الشمسية ممكن تتحول ليه؟ ممكن تتحول لإلكتريك انرجي، صح؟ بالسولار سيل. ثم الثيرمال انرجي برضو صح، قلت لك بالهيترز، وقلت لك كيميكال انرجي بالايه؟ بالفوتوسينثيز. يبقى دي تنفع ودي تنفع، دي تنفع، فهختار اول واحده all of the above. حلو جدا. تعال نبص على السؤال الثاني. in which of the following electromagnetic spectrum region. في الالكترومagnetic spectrum region what the waves have the shortest wavelengths. لو انت فاكر هم كانوا عاملين كده، كان الفيزيبل لايت كان هنا، قلت لك ده اقل ويف لينث وده اعلى ويف لينث، وهنا ده اقل فريكوانسي وده اعلى فريكوانسي. كان كده الفيزيبل لايت، ثم كان هنا الانفراريد، كان هنا الالترافايولوت، كان هنا الريد، كان هنا الفايولوت. حلو. وكنا مشينا كده، كان مايكروويفز ومايكروويف ريز، ثم الراديو ريز، وهنا كانت الانفرا، ثم الاكس، ثم الايه؟ الجاما. يعني اقل ويف لينث كده كانت الجاما ريز. حلو قوي السؤال ده. تعال نبص على السؤال اللي وراه. which of the following figure correctly represent the range of wavelengths of the visible spectrum and the order of its color. خد بالك لما جينا بصينا في الكتاب كانت الويف لينث بتاعت الفيزيبل من 400 نانومتر لحد 700. ماشي، يبقى احنا عايزين حاجه من 400 ل 700، تبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. حلو جدا. عندنا 400 ل 700، عندنا 400 ل 700. كانت ال 400 اللي الناحيه دي كانت ناحيه الانفراريد، حلو، وال 700 كانت الناحيه دي، كانت ساعتها ناحيه الالترا فايولوت. فبالنسبه لنا اقل واحده اللي هي اللي اسمه ده اقل ويف لينث اللي هو اللون البنفسجي الفايولوت، واعلى ويف لينث كان اللي هو الريد. حلو جدا. الكلام ده كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. تعال نبص على السؤال اللي وراه. the opposite diagram shows four region. عندنا four region: visible light, ultraviolet. ده هنا ultraviolet، يبقى هنا وانا مغمض infrared، يبقى ريجن ايه؟ infrared. طب بعد الالترافايولت كانت الاكس رايز. تعال نبص على الاختيارات مين اللي فيهم الكلام ده كله. هنا الايه الاول انفراريد وانفراريد، طب والبي اللي هي اللي جنبها الاكس رايز، فالاجابه هتكون دي. when solar radiation passes from space into the earth atmosphere. يعني السولار راديشن لما هتجيلك في الاخر، ايه اللي هيحصل فيها؟ هل هتوصل كلها للارض؟ اكيد غلط. هل يعني هتنبعث او هتنعكس كلها، هتتشتت كلها بره الارض؟ برضو غلط. هل هتابزورب كلها بالاتموسفير؟ غلط. most of them reaches the earth's surface، صح. هيوصل جزء كبير منها، والجزء الكبير او الجزء الباقي هيحصل له سكاترنج ويطلع بره. which of the following graph represents the spectral range of solar radiation at sea level. at sea level يا معلم، يبقى احنا هنا بنتكلم على الحاجه اللي وصلت اللي هو من الاخر الفيزيبل لايت. طب الفيزيبل لايت كان بيوصل من كام لكام؟ قلت له يا دكتور من 400 ل 700. يبقى الرينج بتاعه كام او الافريج بتاعه كام؟ 500. يبقى احنا عندنا دي تنفع وعندنا دي تنفع، دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. طب انهي الادق؟ اللي طالعه نازله كده ولا اللي واخده سبيكترم كده، واخده كيرف كده؟ اللي واخده الكيرف كانت هي اللي موجوده في الايه في الدياجرام اللي في الكتاب، فالاجابه هتكون سي. The opposite graph represents solar radiation at sea level. عند السي ليفل. So the ratio between the intensities of the wavelengths ال 500، من اول ال 500 اللي هي دي اللي هي اعلى نقطه لحد ال 1500 اللي هي دي. حلو. بيقول لك بقى بيقول لك هنا بقى ايه؟ the ratio between interest of wavelengths من ال 500 لل 1500 solar radiation respectively in sea level. حلو جدا. من ال 500 لل 1500 خليك عارف النسبه دي دايما greater than 1. greater than ايه يا شباب؟ greater than 1. فالاجابه هتكون ايه. The opposite diagram represents solar radiation falling on
the Earth's surface. So the correct order of the region A, B and C in the diagram in terms of intensity of radiation they received. ادي يا معلم الشمس بالنسبة لها دي نازلة perpendicular، فدي أعلى حاجة. طب ودي واخدة أنجل ودي واخدة أنجل، طب مين أبعد؟ هتلاقي الأنجل دي أصغر من الأنجل دي، دي أبعد من دي، فهتبقى دي أبعد من دي، فهتلاقي دي أعلى إضاءة ثم ده ثم ده. بي A زون C، فأعلى حاجة البي ثم الA ثم الC، فالإجابة هتكون C. Which two quantities of following decrease in magnitude with increasing depth of Red Sea water؟ يعني احنا دلوقتي يا معلم عندنا مية هنا، حلو، دي مية 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 والشعاع نازل، كل ما انزل اللي بيقل، كل ما بنزل يا معلم الووتر دينستي، لا الووتر دينستي والبريشر بيزيد، والووتر دينستي بتزيد برضه، الووتر تمبريتشر والبريشر برضه البريشر بيزيد، فالووتر تمبريتشر بتقل كل ما بنزل تحت، واللايت انتنستي بتقل كل ما بنزل تحت، فالاجابه هتكون دي. two beams of solar radiation of equal intensity، يعني عندك شعاعين من السولار راديشن بنفس القوه، واحد نازل بالبنديكولار وواحد نازل بانجل، مين فيهم هينعكس بشكل اكبر؟ اللي بينعكس ده اللي واخد انجل، البربنديكولار بيعدي معظمه، فده اللي هينعكس، فالاجابه هتكون ايه؟ جريتر ايه ان فيجر ايه ان فيجر 1. تعال نبص على السؤال اللي وراه ونشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه. when solar radiation passes through the surface layer of ocean water، لما السولار راديشن بيعدي بيقول لك يا معلم اعلى ويف لينز هو اول حاجه بتمتص اللي هو الاحمر، ثم بعد كده الاخف، فالاخف هم في الاخر خالص اخر حاجه بتمتص كانت الاخضر والازرق والبنفسجي، فهو بيقول لك اول حاجه بتمتص ذا لونجر ويف لينس اللي هي اللون الاحمر، وعشان كده في اول 10 سم لو انت فاكر بيمتص كل الانفرا ريد، الشورتر ويف لينس لا، والويف لينس لا، ونان اوف ذا ويف لينس ار ابزوربد برضو لا، فالاجابه بتاعت 11 هتكون ايه؟ ماشي. ذا سي ابيرز، اللون بالازرق، البحر بيبان باللون الازرق ليه بقى؟ عشان الووتر ما بيمتصش اللون الازرق؟ غلط. هل علشان اللون الازرق بينعكس في الاول؟ برضو لا. هل عشان الويف لينس اوف بلو بنتريت ديبر انتو ووتر كومبيرد تو اذر كلر؟ دي الاجابه الصح. حلو. ووتر ابزورف الويف لينس اوف بلو لايت فيرست، ده غلط. هو اول حاجه بيمتص الالوان الحمراء والالوان السخنه الاحمر والاورنج، واخر حاجه بيمتصها كانت الازرق والاخضر ثم البنفسجي. حلو. The opposite figure shows 2 points, point X point Y in different depths the ocean water if the energy of visible light of point X is E. يعني لو افترضنا ان دي E، خد بالك احنا قلنا كل ما بننزل 10 متر كل ما بتقل 50%، بتقل النص. حلو. طب لما اوصل بقى ل 20 متر هتبقى النص اللي هي نص E الانرجي اللي موجوده، فالاجابه هتكون B. السؤال رقم 14 solar radiation falls perpendicular، نزلت ايه؟ عمودي on the surface of the ocean water with energy E0. Which of the following graph represents the approximate ratio of the energy of visible light absorbed in the depths of 10 و20؟ خد بالك هي عند 10 هتقل 50%، طب وعند 20 هتقل 75%، يعني 10 وايه؟ 10 و10. فدلوقتي انا لما اجي اقسم مثلا وبعد كده عند 30 تقل مش عارف 12.5% وهكذا. تعال نبص كده، هي دي بص دي نص، دي ما تنفعش، دي 75 ودي 50 دي تمشي، دي بعيده قوي، دي 75 و25 ما تمشيش، دي 105 ودي 150 برضو ما تمشيش، فالاجابه هتكون يا شباب بي. دي 75 3 مربعات ودي مربعين، افترضنا ان المربع ب 25. The opposite diagram shows the solar radiation being incidence on the surface of the ocean water. So الانفراريد احنا قلنا بتمتص في اول 10 سم. حلو. الانفراريد ريز completely absorbed while passing through X zone X اللي هي اول فتره، احنا قلنا في اول 10 سم، هنا اول 10 متر. حلو. تعال نبص على التاني بقى. The energy of visible light become approximately 1% of energy of visible light incidence، يعني قوة بتوصل الحمد لله القوة بتوصل ل 1%، احنا قلنا بتوصل ل 1% بعد 100 متر او بتبقى منها 1% بعد 100 متر، فالإجابة هتكون الزون اللي فيها 100 متر، فهي الزون اللي فيها 100 متر ادي 10 وادي 90 يبقى 100، يبقى الزون هتبقى
الواي. فين زون واي؟ تعال نبص بقى على السؤال اللي وراه ونشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه. When solar radiation is incidence on the surface of the ocean water, which of the following diagram correctly represent how deep red, green and blue light penetrate through the water within a depth approximately 20 meter for surface. هو اول حاجه خلينا متفقين ان اول حاجه بتمتص الاحمر وبعد كده الاحمر بيخلص، فدي اوت ودي اوت. اتبقى لنا بقى يا معلم الرسمه دي ثم الرسمه دي. بيقول لك في اول 20 متر الاحمر الاخضر والازرق بيفضلوا موجودين، بعد ال 20 متر الاخضر بيخلص والازرق اللي بيكمل. يعني دي لو كانت تحت شويه كنا وافقنا عليها، فالاجابه الصح هتكون دي، وهتلاقيها برضه في الرسمه اللي موجوده عندنا في الكتاب. The opposite diagram shows three beams of visible light with frequencies x, y and z through ocean water. So the correct order of frequencies of this beam is. بص يا معلم، ده x ده اللي هو الريد. حلو، هو عايز according للايه؟ according للفريكونسي. وخد بالك الريد ده كان اعلى ويف لينز بس اقل فريكونسي، فالاكس ده اقل فريكونسي. ماشي. ثم اللايت واي، اللايت واي ده بالنسبه لي ده اقل شويه، ده اعلى شويه في الويف لينز فاقل فريكونسي. ثم اخر واحد ده كان اقل ويف لينز فاعلى فريكونسي. فانا دلوقتي لو هرتب اعلى فريكونسي كانت زد ثم واي ثم اكس. The opposite diagram illustrate two different region حلو of the oceans. اشالو كوستال ريجن اللي هي ايه؟ دي منطقه ضحله، ولو انت فاكر المناطق الضحله كان بيمتص فيها الحاجات اللي في الاول بس. حلو الكلام. and the open ocean region B. how do colors of two regions A and B and respectively. بص يا معلم، B ده بحر والبحر بيبان باللون الازرق. تعال ندور على مين فيهم اللي بيه بلوش. هنلاقي الوحيد فيهم اللي بيه بلوش دي. طب وايه؟ هنا هتكون واخده اللون الاخضر عشان هي هتبقى مليانه زي ما بتقول ايه الجاي والكلام ده كله، فهتدي اللون الاخضر بتاع الفوتوسينثيز وبتاع النباتات. فالاجابه هتكون 18، هتكون سي. تعالى بقى السولار راديشن والايكولوجيكال بالانس. ذا مين كونديشن فور اكستنس اوف بلانت ان اباندنس ان اكواتيك انفايرمنت. ايه اكتر مكان بيكون فيه البلانتس باكثريه اباندنس؟ هيكون هل الافيليتي اوف فريش ووتر؟ لا. هل انكريز اوف ووتر سالينيتي؟ برضو لا، بالعكس. هل ديكريز اوف كربون دايوكسيد ليفل؟ برضو غلط. ولا كميه الافيلابيلتي اوف سيتابل اماونت اوف لايت؟ ليه؟ عشان اعرف اعمل الفوتوسينثيز. اهم حاجه يكون فيه لايت عشان الفوتوسينثيز. The opposite figure represent three zones x, y and z in ocean. Which of this zone is the most suitable for extents of autotrophic algae. autotrophic algae يعني عايزه لايت عالي. عايزه لايت عالي ليه؟ عشان تعرف تعمل فوتوسينثيز. فالاجابه هتبقى زون اكس اللي هي الاي فوتيك. Which of the following fish can be found in Atlantic Ocean at the equators. اللي هي بتحتاج حراره عاليه. كانت بتحتاج حراره عاليه كانت البراكودا والتونه فيش. طب مين اللي كانت بتحتاج حراره قليله او بروده؟ كانت الكود فيش، هي اللي كانت بتحتاج الايه الحراره الايه القليله. if you know that the barracuda and cod fish ما بيتواجدوش مع بعض في same altitude in the ocean. ده بسبب ايه؟ بسبب ان كل واحد فيهم بيتأقلم على كميه حراره معينه. حلو، فالاجابه دي هتكون ان كل واحد فيهم بيقون adaptation for certain temperature اللي هي سي. بعد كده خلاص احنا قربنا نخلص، فاضل لنا سؤالين قليلين. in which of the following season are decline rate in marine organism number in polar region increase. يعني ايه السيزون؟ يعني ايه اسمه ده فصل السنه اللي بيكون فيه معدل هبوط كميه السمك بتقل؟ هيقول لك ده الفصل اللي البروده فيه بتزيد والحراره فيه بتقل، اللي هو ات وينتر، عشان هم بيلزمهم حراره عاليه عشان يقدروا يعيشوا في الايه في الاتموسفير ده. فروم ذا مارين اورجانيزم، ايه اللي بيعيش في الكولد ريجون في دول؟ احنا قلنا الكورال ريفز بتحتاج ورم، التونه والبراكودا بتحتاج مناطق استوائيه، مش متبقى غير الكود فيش اللي بيحب يعيش في البروده. بكده يا شباب نبقى خلصنا الاسئله بتاعه السولار راديشن. الاسئله الريتن هعملها لك PDF وهنزلها لك عشان تعرف بتتكتب ازاي،
واشوفكم الاسبوع اللي جاي. مع السلامه.